النهارده كبده برده. بصوا يا جماعه، طبعا انا كنت باكل منها، عايزه اقول لكم ان هي طعمها تحفه وريحتها تحفتين، ومضمونه انت عاملاها في بيتك وكل المكونات في البيت، وهتطلع معاكي احلى 100 مره من بتاعه الشارع، ريحه وطعم وشكل، وكمان هتكوني مطمنه وانت بتاكليها لانك انت عارفه انت حاطه فيها ايه وعاملاها ازاي. يلا بينا نبدا، بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا متابعه للقناه بتاعتي علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نشوف الطريقه. وادي هنا بقى يا جماعه هنحط المكونات بتاعه تتبيل الكبده كلها. نزلنا ب5 فصوص من الثوم، وقرنين فلفل احمر ممكن تستبدليه باخضر مفيش مشكله، ومعلقه من الشطه، ومعلقه بكمون، المعيار كله المعلقه صغيره بتاعه الشاي، وهننزل بمعلقه ونص من الكزبره الناشفه، دي بتدي طعم وريحه للكبده تحفه، ومعلقه صغيره برده من الفلفل الاسود علشان الزفاره، ومعلقه صغيره مليانه ملح، وربع معلقه تاني ملح، يعني معلقه وربع ملح. تمام. وهنحط ليمونه كامله. طبعا كل ده يا جماعه علشان الكبده ما يبقاش فيها زفاره، ساعات بنشتري الكبده من بره ولما بنيجي ناكلها بنلاقي فيها زفاره. وهنحط قد معلقتين كبار خل وليمونه، وهنضربهم كلهم في الكبه زي ما انتم شايفين معايا. وهنجيب بوله كبيره هننزل فيها بالتتبيله بتاعتنا دي كلها، وهنضيف عليها الكبده. طبعا يا جماعه الكبده برده ما بتتغسلش، واي نوع كبده عامه ما بيتغسلش، انت بتبقي حاطه ملح وحاطه ليمون وحاطه خل، وده كله بيدي كل مطهر مطرح ايه البياع بيقطعها لك، فما تقلقيش من اي حاجه لان الليمون والخل اصلا لوحدهم بيقضوا على اي حاجه. وبعد ما سيبناها 10 دقايق هنجيب معانا هنا رده ودقيق ومعلقتين نشا، وهنقلبهم كلهم على بعض. ودي التركه اللي لازم تعمليها. طبعا الدقيق بيخليها طريه من بره، بيخليها طريه من جوه ومقرمشه من بره، وهي طبعا كده لازم تحطي لها رده. وهو يا جماعه زي ما انتم شايفين معايا اهي، عشان بقولك الخل بيهري الكبده يا جماعه، مفيش الكلام ده، هو انت بس ما تكتريش الكميه وهي تطلع معاكي جميله وزي الفل زي ما انتم شايفين اهو. بعد ما سبتها 10 دقايق في التتبيله او عملتها بالرده، هخلص كل الكميه اللي قدامي دي، وبعد كده هبتدي ان انا اشتغل في القلي. طبعا انت عايزه تقسمي الكبده عن كده، انت شايفاها كبيره. طبعا الكبده يا جماعه ما بتتقطعش خالص وهي طريه، لازم تكون بتتقطع وهي متلجه زي ما انت جايباها. وهنا بعد ما علينا على الزيت وسخناه هنقلي الكبده، نخلص الكميه بتاعتنا دي كلها وهنوريكم بعد ما تخلص. وهنا بعد ما خلصت الكبده بتاعتنا عايزه اقول لكم طعمها تحفه وريحتها جنين. ولو وصلت لغايه هنا اعملي اللايك واعملوا متابعه للقناه بتاعتي علشان اي فيديو جديد ينزل يوصل عندك. مع السلامه.